جار دي كلمة متكونة من جزئين. الجزء الأولاني نوبي، تن يعني الغرب. جار هي أهالي بمعنى أهالي الغرب أو سكان الغرب، فهي ما بين سدين، سد العالي وخزان أسوان، وليها شاطئ مميز مش موجود في أي قرية نوبية. قد تكون شبيهة إلى حد ما بالشواطئ بتاعتنا في النوبة القديمة زمان، فهي محافظة على السمة دي لحد دلوقتي. برضو أهلها برضو محافظين برضو على سيمة الطيبة والتسامح برضو، والارتباط القوي اللي موجود برضو ما بيننا في كل حياتنا وتفاصيل حياتنا كلها. فيمكن عشان كده القرية دي تبقى مميزة عن أي قرية تانية. برضو عاداتنا وتقاليدنا برضو محافظين عليها، فهو ده اللي بيميزها عن أي قرية تانية. احنا عاداتنا ما اندثرتش من ايام اجدادنا لحد دلوقتي، سواء كان في الافراح، في الاعياد، المناسبات التانية، في اي حاجة احنا بنمارس الحاجات دي لاولادنا. يعني مش ما تخليناش عن عاداتنا وتقاليدنا. والجميل فيها ان كل ما بيكون فيه عيد او فيه مناسبة قادمة علينا، فتلاقي السيدات هنا في القرية بيتجمعوا مع بعض، بيبدأوا بيشيلوا رملة صفرة اللي موجودة في البيوت عندنا جوه البيوت، بيفرشوا رملة تانية جديدة مكانها، فبيجددوها. ده بيبقى قبل كل عيد، قبل كل فرح مثلا. في عندنا برضو قبل الجواز برضو في بيقابل القرية من الناحية الشرقية مأذنة بلال. المأذنة دي ليها عندنا عادات خاصة برضو في القرية. قبل أي مناسبة عرس وكده، سواء كان أهل العريس أو أهل العروسة لازم يروحوا بيزوروا المأذنة دي، بياخدوا معاهم يعني كل أمتعتهم وكده اللي هم بيكونوا محتاجينها هناك في المأذنة. يعني حاجات بسيطة مثلا بيدعوا فيها كل أهل القرية. ده على اعتقاد منهم ان المكان ده مبارك يعني من الاول، رغم ان انا يعني سمعت وقريت ان المكان ده كان تقريبا يعني زي قاعدة عسكرية زمان. بس هم في اعتقاد اهل القرية يعني بالفطرة بتاعتهم دي حاجة هم بيتباركوا بيها. وبرضه في يوم عاشوراء برضه هنا في القرية عندنا السيدات برضو كل واحدة فيهم بتطبخ أكلة معينة هنا متكونة من 7 أنواع من الحبوب. دي بتعملها وبتوزعها على البيوت كلها. في رمضان برضو عندنا برضو في رمضان، يمكن دلوقتي يعني أغلب القرى اتجهت إن هي تروح تشتري الأبريق، ده المشروب المفضل عندنا، تشتريه جاهز من بره. احنا هنا عندنا قبل رمضان بشهر السيدات بيتجمعوا في بيت واحدة من صحباتهم وكده، بيخمروا العجينة تحت الأبريه وبيعدوا للأبريه ده قبل رمضان بشهر. ما حدش بيشتري من بره. دي حاجة جميلة اللي عندنا برضو في القرية. وبرضو بتحافظ على التواصل برضو ما بين السيدات والود والمحبة ما بينهم برضو. قبائل هنا عندنا موجود حوالي 3 أو 4 قبائل. في منهم اللي ساب القرية هنا عندنا بعد بناء السد وخزان أسوان، بس ما راحش أماكن بعيدة، راح مثلا غرب سهيل، راحوا مثلا في غرب أسوان. بس في حوالي عيلتين أو قبيلتين فضلوا موجودين هنا في تنجار ومتمسكين بيه. بس الهجرة بتاعتنا كانت تختلف شوية عن هجرة التهجير سابوا المكان نفسه في أثناء بناء السد العالي وراحوا في منطقة تانية جديدة. احنا هنا في القرية عندنا او بالتحديد في القرى والجزر اللي هنا في ما بين السدين هنا ما سابوش المكان، هما بس كانوا بيروحوا في منسوب اعلى. كل ما المية بترتفع ما بين السدين هما بيطلعوا منسوب اعلى شوية. ففضلوا العيلتين دول موجودين هنا في قرية تنجار اللي هم اصلهم اللي هم الخيرلات برضو، بس تفرعوا منهم وتسموا اسامي تانية، جود الله، بالعلياب، يعني عائلات يعني بالمسميات دي. وبقى في ترابطات ما بينهم سواء بالمصاهرة أو العلاقات الطيبة ما بينهم والتزاوج اللي كان بيحصل ما بين العيلتين، فكان في ترابط قوي ولحد الآن الترابط ده موجود عندنا في القرية. احنا موجودين هنا في باللغة النوبية اسمه ونس نانجر او ونس نعارتي اللي هو خور ونس او وادي ونس. احنا كنا بنسمع من جدودنا ان كان في قصر في ملك موجود فيه اسمه الملك نجم الدين، كان بيدير شؤون البلاد من السودان جنوبا لحد نجادة في محافظة جنة.
ففي مرة من المرات جه عنده ملك اسمه الملك رحمة. ده كان قادم من السودان بجيوشه بحراسه، وكان معاه ابنه اللي هو الأمير محمد، كان ملقب بالأمير ونس. فجوم عنده، هم كانوا طالعين رحلة حجة. في الفترة دي الأمير رحمة توفى. لما توفى ترك ابنه الأمير محمد الملقب بالأمير ونس عشان الأمير نجم الدين يرعاه ويتولى شؤونه. الأمير نجم الدين هو رعاه لحد ما كبر وظهرت عليه شؤون الولاية والحكم وكده. ففي الفترة دي كبر ووصل لمرحلة الشباب ورجع السودان. لما رجع السودان بقى فهو عاد الحكم ده من جديد، وأعاد حكم بلاد النوبة ونظمها وكون إمارات تانية جديدة. الفترة دي هو اتجوز في السودان وخلف تقريبا 2 من الأبناء. وبعد كده حب ان هو يرجع تاني للأمير نجم الدين هنا في أسوان، وبالفعل رجع. في الفترة دي كان الأمير نجم الدين اتوفى. بعد ما توفى هو مسك الحكم مكانه هنا في المنطقة دي، فاتجوز بنت الأمير نجم الدين، هي تقريبا كان اسمها الأميرة جميلة، وخلف 5 من الأبناء برضو. كونوا 7 عائلات، في 2 في السودان و5 هنا في أسوان عندنا، اللي هم عائلة الخيرلاب. كان خلف ابن اسمه خير الله وحمد الله، وكان خلف برضو أدهم. بس تنجار هنا هي خاصة بالأمير خير الله، يعني القبائل الموجودة هنا هي تبع الأمير خير الله، كان هي الخيرلاب، بس أصلهم برضو تبع الأمير محمد ونس العباسي.